فنزلت اشتري كتكوت، قاعده كده بفتح كيس الشيبس لقيت الشباك بيخبط، قلت مين؟ ما لقيتش حد رد علي، قلت ما ترد اللي بره انت مخخرس ولا ايه؟ رحت كده بفتح الباب اذ فجأة مؤمن لقيت مين؟ سعد بيه زغلول. قال لي بص انا جاي لك من البحيره لحد اسكندريه قاطع مسافه 200 متر، عايزك تعملي لي حاجه حلوه وجايب لك لبن معيز معايا. قلت له جايب لي لبن معيز؟ حرام عليك يا اخي ده انا قصيره ومش طايله وريني ناشفه وتعبانه وحالي مهدود. قال لي وعادي، قال لي يعني هاخد اللبن واروح؟ قلت له يا اخويا تعالى اعمل لك دخل كده، اعمل لي سقف وزرغت ومبسوط وزرغت على اخر ولا كانه جاي من تورسد العريانه ومن حنه بنت خالته حتى. رحت واخده بقى كوبايه لبن، معلش اصل لبن المعيز مقصر يا ولاد ما خدت كوبايه رز فلاحي، رحت رايحه على الحوض واخداهم واحده يمين في شمال وشمال في يمين وفوق وتحت وتحت فوق، اديله اديله حتى الحله بتجاز نازله فيها بكوبايه الرز وثلاث كوبايات ميه، ورحت ان شاء الله بهم في بعض، رحت مغطيهم كده ببص لقيت الرز شرب الميه اصله كده عطشان رحت ضفت له بقى اللتر من اللبن وقعدت اقلب لحد ما دوختهم، حطيت 5 6 7 8 9 10 معالق سكر، رحت مقلبه والسكر غالي، جايبه الكيس ب 22 جنيه مره واحده مع بقى صوت البقبقه دي. بعد ما بقبق كده وكله لف مع بعض رحت غرفه بقى في الاطباق كده، ورحت واخده معاهم صوره بس مش للذكرى اللي هي طبعا صوره حلوه كده يعني، ورحت واخده قلت هم بقى من الشغل ضبط الشغل، ورحت واخده المعين نروح على الحوض، رحت غسله حته غسله انما ايه فل، وده خلصت كده وبنشف حري وبمسح على ايدي، لقيت الباب بخبط، قلت مين تاني اللي جه ده؟ انت وحيدك صدى اللي على الباب، لقيت الفرعون الكبير الصغير وكان نزلت مخطر من فوق، دول كان بتاع طيارات ورقه فوق السطح ولا لقيته جايب لي النشا بيقول لي بصي انا جاي من فوق هفتان وتعبان وعايزك تعمل لي حاجه حلوه، قلت له ايه حكايتكم النهارده كلكم عايزين حاجه حلوه؟ والله ما نعمل حاجه حلوه لحد، ورحت داخله لقيته غضب، قلت له هات يا اخويا تعالى انا اعمل لك، ودخل راخر عمال يتنطط من الفرحان، دول مالهم دول عندهم استبحاش شكلهم، دخلوا بقى خدوا بعض حضن مطارات هما الاثنين وشغل حجوزات بقى عمالين يبوسوا في كتاف بعض، وده يقول له فرعون كبير صغير وده يقول له سعد بيه زغلول، قاعدين في مطعم اياك، حطيت اللبن في الحله ورحت حط عليه ميه 5 6 معالق سكر، ورحت مدوبان في بعض، مش عارفه هو يوم الحلويات النهارده ولا ايه، اصلهم اكتشفوا المخبأ اللي بجيب منه السكر ب 22 جنيه، اصل ما تبلش في بقي فوله، وانتوا كمان لو عايزين تعرفوا بجيب السكر منين ب 22 جنيه اكتبوا لي في الكومنتات، وقعدت اقلب لحد ما دوختهم، حطيت شويه لون لحد ما بقى ورده، حطيت شويه جوز الهند عشان جوز الهند كان تعبان طبعا ما كانش راضي يجي معايا، رحت غرفهم كده في الطبق، قلت الله تسلم ده وده فرعني، هم لو بقى حاجه حلوه في العلبه دي قاعدين بيعزموا على بعض بيه، طالما في اولاد حاجه حلوه وبتاكلوا عايزين نعمل لكم حاجه حلوه ليه؟ هي منحيه وخلاص. المهم بقى بعد ما كلوا حاجه حلوه عاملين يقولوا بالله يلا عشان احنا جعانين وهفتانين وبياكلوا وجعانين، سبحان الله، قلت لهم والله وعدكم ما هي معدي، تعالى يلا انت وهو، يلا بره انت وهو، والله ما انتوا قاعدين، ليه فيها ست فيها انت اتجننت ولا؟ قلت لهم ايوه ده انا مجنونه، ده انا واخده شهاده معامله اطفال، قلت له بقى روح انت يا فرعون على معبدك وانت يا سعد زغلول على صورتك، انتوا جايين من زمن الفن الجميل وترازوني هنا، اتكل على الله بره انت هو بدل ما اكلكم انتوا الاثنين، ودخلت كده بكل اريحيه وجايبه بقى الاطباق مهلبيه اللي انا عملتها مطراهم بقى بشويه جوز هند وشويه سوداني ايش في قلبك يا اختي في كرشك والله، رحت جايبه بقى معلقه شوكولاته من الشوكولاته دي البركونه بقى لها 9 سنين منتهيه الصلاحيه، قلت مش مشكله، حطيت عليها شويه زيت ورحت حطيتهم على وش الطبق، قلت جايين ان احنا ندلع كرشنا، هم قاعدين بقى مع بعض عمالين يتغوصوا في بعض ويعيطوا عاملين زي العيال الصغيرين اللي طالعين من الحضانه، قلت لهم والله ما انا سائل فيكم ارد عليكم وقعدت تاكلوا الله في كرشك يا اختي في كرشك. المهم بقى لو وصف لحدينا يا حلوين ما تنسوش لايك وكومنت وشير وتتمنوا لنا قلبكم الخير، سلام عليكم، سلاموز بالموز.